يا مساء الخير عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن صحه واتم حال. يلا بقى بينا تعالوا كده يعني نعمل روتين خفيف كده. بصوا طبعا انا هنا المطبخ مروقاه ما فيهوش اي حاجه، تمام؟ يعني ما فيش ان بس ان ايه، يعني عامله الازاز بس. عشان ايه؟ انتوا عارفين طبعا الميه ايه، احنا عندنا بصراحه يعني كده الميه بتقطع على طول، فلازما يعني الفلتر انا على طول بخليه مليان احتياطي، تمام؟ عشان بس لو قطعت معانا ولا حاجه يعني الحمد لله يبقى ميتنا ايه جاهزه بكل حاجه. طبعا انا غاسله المواعين ومظبطه الدنيا خلاص اهو، مفيش حاجه عندي، والارض كده كده انا بحبها يعني. المواعين دي مغسوله طبعا، ماشي؟ فانا بحبها الارض كده من غير اي فرشه ولا اي حاجه. طبعا ده زي الصابون اللي انا بعمله بخليه عندي في الازايز. فالمهم يا حبايب قلبي بخلي الارض كده، لان الحوض دهوت بيطرطش، كل ما اجي اغسل مواعين الاقيه طرطش، تمام؟ وهنا طبعا المواعين مغسوله وكل حاجه متنظمه اهو. يعني هنعمل بس روتين خفيف كده، لان انا ايه لسه بصراحه يعني لسه ماسحين ومروقين. انتوا عارفين كل يوم تروق، كل يوم ايه غسيل ومسح وكل حاجه. فالمهم يا حبايب قلبي هنعمل روتين خفيف كده مع بعض، بس اهم حاجه نصلي على الرسول، واهم حاجه اللايك والكومنت الجميل، وتشاهدوا لي الفيديو للاخر. بالله عليكم لا تشاهدوا لي الفيديو للاخر عشان تدوني حماس وطاقه. وهنا الازازه كانت وقعت، تدوني حماس وطاقه عشان ايه يعني انزل لكم باستمرار، تمام؟ عامله بقى الازازه انا حاطه في ايه عامله الازازه، لا ده انت مستقصداها بقى، عاملاها بس كده وارجع لكم تاني. بس كده يا حبايب قلبي، يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. بصوا يا حبايب قلبي، طبعا هنا انا عندي هدوم مسحين اهو مروقين وكل حاجه. بصوا زي ما انتم شايفين كده، يعني الحمد لله كل حاجه تمام، ماشي؟ والحمام اهو مسحينه ومخلينه زي القشطه، ما فيهوش اي حاجه. طبعا بنسيب الشباك مفتوح كتهويه بس، تمام؟ او هنا طبعا الاوضه اللي جوه متروقه وكل حاجه. يلا بينا بقى في شويه هدوم صغننين كده هنغسلهم مع بعض، ماشي؟ هنا بصوا انا عامله الدوره دي غسيل بس، طبعا عشان خاطر ايه، الغساله دي عيبها ان انت بتغسلي وترمي، لا انا مخليه الدوره كده يعني غسيل بس، عشان ايه؟ اعصر على ايدي حته حته كده، حتى ونعلم بناتنا الحلوين اللي هم لو ما فيش غسالات من دي في الغساله من العاديه تعرفي تعصروا حته حته على ايدك كده. انا يعني انا بعود بنتي كده بتقول لي ازاي؟ طب ما هي الغساله بترمي وتعمل. قلت لها لا اتعودي اعصري حته حته عشان لو غسلتي على العاديه تعرفي ايه تمشي نفسك وايه وتظبطي حالك. يلا بينا حبايب قلبي نشوف هنعمل ايه. نجيب بس الايه الجيركن ده كده، تمام؟ هعصر في حته حته بس كده. يلا بينا بقى حبايب قلبي، فانا ايه طلع حته حته كده معاكم عشان ايه. طبعا انا الدوره اللي فاضله يعني رواني، فعادي ما تفكروش ان هي الوانات والميه مش عارفه اتوسخت ومش عارفه ايه، لا هي الميه حلوه والله. هو دي اول دور. فانتوا طبعا انتوا كنا زمان بنغسل على الغسالات العاديه ديت، وكنا بنعمل عليها فم واتنين وتلاته، وكانت الميه بتبقى برضو بنحط فيها الايه الهدوم الغامقه. فانا بما ان بصوا الهدوم عندي كلها كده اكترتها غامقه، فيا رب بس تكون واضحه اهو. فاضل بس الهدوم الغامقه، فانا هطلع بقى دي كده حته حته زي ما انتم شايفين كده. هنعمل ايه بقى؟ الحاجه اصلا حاجه الغسيل بقت مكلفه، كل حاجه بقت مكلفه. قولوا لي انتوا بس ايه اللي مش مكلف؟ فبصراحه انا فكرت ان انا اطلع العاديه بصراحه، بس قلت لا ما هي دي زي العاديه نستغلها كده، وكل اللي بنعمله في العاديه نعمله في دي بس كده. يعني بدل ما اقعد اشغل العاديه واعمل دور لا هي دي حلوه بصراحه، يعني تاخد هدوم كتيره، والمسحوق احنا في ايدينا ان احنا نحافظ عليه، وتحطي الكميه اللي انت عايزاها برضك من الهدوم، وتغسلي دوره واتنين بس، دوره واتنين بس، ما تكتريش عليه عشان خاطر ايه ما تبوظيش الهدوم زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا ايه لسه مخلصه ترويق ومسيح وكل حاجه،
فاليوم اللي بيبقى فيه غسيل دوت بصراحه ما بعرفش اعمل اكل. احنا بقى نقضيها اكل كده اي حاجه النهارده. طبعا هصور لكم برضه هناكل ايه، يعني مش اكله طبخه ولا حاجه. اطلع انا بقى يا حبايب قلبي كل الهدوم. بصي ظبطي انت بس المسحوق وكل حاجه تبقى معاكي تمام. بدل لما ترمي الميه لا استغليها، لو عندك حافظه عايزه تغسليها حطيها، عندك مشايه عندك هدوم غامقه حطي ايه يعني. المهم حرام اما نرمي الميه، وانتوا شايفين طبعا الميه عامله ازاي. هقرب لكم بس كده. بصوا حبايب قلبي الميه نضيفه، بصوا الميه يعني مش وسخه، نضيفه. فانا هخلص الهدوم دي اشيلها واروح ايه حتى الهدوم اللي هي في قلب السبت ده زي ما انتم شايفين كده، وارجع لكم تاني يا حبايب قلبي نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. نحط بقى الدوره اللي احنا ايه ظبطيها كده الاول. المره دي بقى انا هخليها ايه رمي على طول. تمام. بقى الهدوم اللي احنا هنحطها معظمها غوامق، وحتى لو فواتح كده كده الميه نضيفها ما تقلقيش يعني. طبعا احنا بنبقى ناقضين الهدوم. بصوا يعني الطرح الغامقه، عبايات خروج. انا ساعات لو ما بيبقاش في اريا بحط شويه معجون على شويه صابون وبلاقيهم والله نتفوا وما غوامق، يعني اي حاجه هتنضفها. كده غسلنا الدوره بتاعتنا، مش فاضل بقى ايه الا العصير وخلاص. هسيبها انا بقى يا حبايب قلبي كده مع نفسها. وطبعا اللي طلعتهم اهو هتقولي يعني اشوفهم ازاي. بصوا اول ما الدوره دي تتغسل وترمي ميتها وتملى تاني بقى عشان تشطف، واحنا بنشطف دول اروح حاطه دول مع دول، وكده كده يبقى ايه خلصنا كل حاجه. طبعا احنا بالليل، فانا مستنيه بس ايه لما اشيل الحفاظات اللي انا غسلاها دول ماشي، وبعد كده اروح نشر الهدوم دي زي ما انتم شايفين اهو. جو ليلة عندنا اهو. كده كده هنصحى الصبح ان شاء الله بعد ما نغسلهم نلمهم. طبعا كده كده قبل ما نصحى الصبح هيكون ايه الشمس ايه خدوا التشميسه الحلوه بتاعتهم، وكل الهدوم نشفت وكل حاجه. طبعا احنا مسحين كل البلاط، يعني شلت الفرش كله ومسحت البلكونه ومسحت الفرش كله. تمام زي ما انتم شايفين، وفرشت كل حاجه. بس مش فاضل بقى الا المشروع يا حبايب قلبي. طبعا نعمل جبنه وبيض وبلح وجبنه ولانشون وحلو قوي على كده. بس اليوم يعني بتاعنا عدى على كده الحمد لله. اهم حاجه بقى اذا كان عجبكم الفيديو ما تنسونوش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، واضغطوا على كلمه الكل عشان يوصلكم كل توصل لكم مني اي اشعار باي فيديو. يلا تصبحوا على الف خير يا حبايب قلبي. مع